السلام عليكم متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا هذا أول تعليق من طرف بوق النظام الجزائري الفاسد حفيظ الدراجي اللي كيشتغل في قنوات بين سبورت القطرية مباشرة بعد فوز المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة على نظيره المنتخب الجزائري. وفي تفاصيل الخبر قال المعلق الجزائري حفيظ الدراجي مباشرة بعد إقصاء منتخبه الجزائر أقل من 17 سنة وتضييعه للتأهل إلى المونديال بأن الكرة الجزائرية نزلت في ظرف سنة ونصف إلى الحضيض، حيث أكد في هذا السياق بالقول: لا أعتقد بأن الكرة الجزائرية نزلت في ظرف سنة ونصف لمثل هذا الحضيض عبر تاريخ كرة القدم الجزائرية ككل، وهو الأمر الذي يقتضي ثورة رياضية شاملة في جميع الرياضات وعلى جميع المستويات. هذا أعدد حفيظ الدراجي لكي تعتبر من أبواق النظام الجزائري الفاسد، لا سيما لدى الشنق الحسادي وعبد المجيد التبون، بأن الإخفاقات المتوالية لمشروع الكرة الجزائرية أمام جميع المنتخبات الإفريقية لا سيما أمام المنتخب المغربي والسنغال، بداية من الخروج المبكر للمنتخب الأول من كان الكاميرون السابقة وعدم التأهل إلى مونديال قطر، إلى جانب الفشل في الفوز بنهائي الشان في الجزائر، وكذلك الخروج من مسابقة اللاعبين الشباب التي خسرها المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة أمام المنتخب الوطني المغربي. كان هذا هو الخبر ديال اليوم، كنتمنى لكم تشاركونا آراءكم في التعليقات، والسلام عليكم إلى فيديو جديد.